بيقول لي كذا هسير قدام، مش ما لقيتش حاجه ولا حاجه حصلت. فرحت لنقطه البوليس قلت لهم تعالوا انا في جريمه حصلت، 6 مسلحين جو بقى معايا ايه؟ قالوا الدنيا خربت. فحكيت لهم القصه دي. قال احنا هنجيب العساكر بتاعتنا والاستاف بتاعنا كله يتعلم منكم. ده احنا البوليس مش هنعرف نعمل اللي انتوا عملتوه. اللي انتوا عملتوه بالمحبه احنا مش هنقدر نعمله بالسلاح. فاحنا هنجيب الناس كلها تتعلم منكم كيف تكسبوا كيف تكسبوا البوليس. في نقطة تاني، واحد فعلا سرق مننا شوية حاجات ومسكناه، حاجات بسيطة يعني بتاع سباكة وكده. ومسكناه العمال ضربوه، رحت لا 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 نو. مسكته خدته في حضني. اسمه إلياس وحاطط صليب على. قلت له دونت وري ام يور فازر، انا ابوك واللي انت عاوز اعمله لك. ما تخافش. وضمنت له جروح، العمال ضربوه جامد وكده، طبعا هم عمال مع بعض. قلت له نو اوعى تعمل كده، لا عيب. احنا ما نضربش، احنا نكسب الناس كلها زي ما عمل القديس موسى الاسود. صحيح. قلت له احنا نكسب حتى الحرامية دول، مش حرامية، ده الشيطان بيضحك عليهم. وخدته في حضنه ووكلته، جبت له فراخ وحاجه ساقعه وكل حاجه. المهم كنت مبلغ البوليس، فالبوليس جاء قبض عليه. قلت لهم لو سمحتوا انا مش عاوز اضره، انا عاوز بس يتعلم ان هو ما يسرقش، ولو عاوز حاجه يجيني وانا اديه، بس بليز يعني ما تضروش. الناس بيستغربوا يقول كيف واحد سرقك وانت بتوصي عليه؟ صحيح. امام الله عطوه سنه في السجن. بعد ما طلع السجن اول حاجه عملها ايه؟ جزارني. صدقني امام ربنا وقلت لسيدي، اول حاجه الياس ده قال، هو شاب سنه 25 سنه، قال لي بص اللي عملته معايا طول السنه بفكر فيه. كيف ابونا يحبني وانا بس انا سرقته ويحبني ويديني محبه. قال لي بس بص انا جاي اعتذر وهتوب ومش هسرق تاني على الحاجه الحلوه اللي انت عملتها معايا، وهوعدك ان انا مش ممكن ارجع عن السرقه تاني. صحيح يا ابونا. ابونا الكلام معاك. فشوف المحبه والعطاء بتاع سيدنا والتعليم سيدنا. انا لو قعدت 100 سنه في مصر ما كنتش هتعلم 12 سنه. سيدنا علمنا 12 سنه اللي هم قد 100 سنه في مصر. ده اعتراف قدام ربنا، انا معترف له بالجميل وما استاهلش التراب اللي هيمشي عليه. بيديني محبه وكرامه انا ما استاهلهاش. ابونا احنا محتاجين وقت كبير جدا عشان